بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنكلمكم عن حاجه مهمه قوي، وهي انت ازاي تكبر حجم الزغاليل بدون تعب وبدون مصاريف وبدون ما تصرف يعني فلوس كتير على الحمام. كلنا بيبقى عايزين نخلي الحمام حجمه كبير، ويعني الناس اللي بتعمل الحمام للاكل فبتبقى عايزه الحمام حجمه كبير، عايزه تكبر الزغاليل. الطريقه ديت احنا بنعملوها للحمام اللي هو هيتذبح يا جماعه. الطريقه دي بنعملها للحمام اللي انا هذبحه مش هربيه، عشان بس الناس تركز معايا. لو انا هربي حمام للاكل هذبحه زي الحمام اللي قدامي ده، الحمام ده انا مربيه عشان اذبحه، يبقى كذا مره ما ينفعش اعمل الطريقه ديت مع الحمام اللي انا هربيه. ليه بقى؟ لان انا بضغط على الحمام بطريقه جامده في الاكل، فالحاجات ديت بتخلي مناعه الحمام ضعيفه للحمام اللي هيتربى. اما حمام الذبيح انا مش عايز منه الا الحمامه يبقى حجمها كبير ولحمها كبير. حاجه سهله وبسيطه. انا بسيب الحمام تحت ابوه وامه بياكلوه كويس، بس بزق معاه زقه، يعني ده غير التاكيل اليدوي، لا ده بيبقى الحمام مع ابوه وامه بيزقه بيظبطه يعني. ولكن انا بقى ايه، بعمل معاه حركه كده. الحركه دي بتخلي الحمام الزغاليل تزيد معايا وحجمها يكبر وتعبي لحم. ايه الحركه دي؟ اول حاجه لازم يكون عندي 3 حاجات. اول حاجه الخميره الفوريه، اي نوع خميره فوريه من السوبر ماركت. ما تجيبش الخميره العاديه اللي هي ايه بتاعت العجين العاديه خالص دي، لان دي بتطول معاك في الشغل. بتجيب الخميره الفوريه اللي هي سريعه الايه، سريعه التحضير يعني. يبقى بتجيب كيس خميره فوريه تقريبا بيعمله 5 جنيه حاجه زي كده. بعد كده بتجيب البادي الفراخ اللي هو ال21%. بتجيب البادي بتاع الفراخ نوع كويس يكون من عند اي حد علاف، قول له انا عايز البادي بتاع الفراخ اللي هو العلف بتاع الفراخ، يعني العلف بتاع الفراخ. بتجيب نوع نظيف ويكون صلاحيه جديده. بالراحه كده ايه، خطوه خطوه. بيكون عندي حاجه زي دي اهي، حله زي دي اهي. ادي الحله فيها ايه، فيها شويه ميه، ولكن انا مصورها لكم عشان كنت عامل ايه، كنت مدي للزغاليل من شويه يعني. دي ميه بمسك احط فيها البادي بتاع الفراخ اهو. البادي بتاع الفراخ بحطه في الميه عادي خالص. البادي ده بيبوش يا جماعه، يعني البادي ده بيبوش في الميه عادي. بحطه في الميه اهو، وامسك يكون عندي سرنجه زي دي. سرنجه قلنا اللي هي ال10 سنتي، السرنجه الكبيره بتتشري من الصيدليه البشري، اسمها سرنجه قسطره. قول له انا عايز سرنجه قسطره. دي بتبقى كبيره حوالي ايه، حوالي 60 سنتي السرنجه الكبيره دي. بقلب عادي، بقلب البادي اللي هو العلف بتاع تسمين الفراخ البيضة. بجيب النسبة العالية اللي هي ال21%. بقلب عادي، وبجيب الخميرة، كيس الخميرة اهو الفوري اللي احنا قلنا عليه، وبفضي منه جزء في المية. يعني ايه، الكيس ده ممكن يكفيني مرتين ولا حاجة. ماشي. انا دلوقتي يبقى قلبت ايه الخميرة مع العلف البادي. لو حضراتكم بصيتوا على الحمام الزغير اللي قدامي، الحمام واكل اهو. الحمام واكل فصلته واكله اهو. ده انا خدته من تحت ابوه وامه اهو. الحمام واكل فصلته، خدته من تحت ابوه وامه بعد ما اكلوه، يعني هم اكلوه وزقوه والحصله بتاعته قربت تتملي. باجي ماسك الخليط اللي انا عملته اهوت، بسحب بالراحه بالسرنجه من الخليط اللي انا عملته. العمليه ديت بعملها ايه مع الحمام مره واحده الصبح، مره واحده الصبح او مره واحده بالليل. يبقى انا سحبت شويه اهو بالسرنجه من الخليط اللي انا عملته، اللي هو عباره عن خميره وعباره عن العلف بتاع الفراخ اللي هو النسبه العاليه. وباجي على الحمام بتاعي، بزق مع الحمام بتاعي، بحاول ان انا ايه، ان انا اصغر الحمام بتاعي. خلاص كده، خليكم معايا ثانيه واحده.